النهارده عن فندق حاصل على المركز الاول على مستوى اسكندريه في فنادق الثلاث نجوم. الفندق اللي حاصل على المركز الاول دوت 30% من الناس بتقول ان الفندق دون المستوى وفي مشاكل كتيره واتكلموا عنها وهتكلم عنها في الفيديو، و70% قالوا انه فندق فوق الممتاز ويستاهل فوق الثلاث نجوم. انا هحل لكم اللغز في الحلقه ديت. هنتكلم الاول عن تفاصيل ومميزات الفندق ونجيب الملاحظات المهمه اللي هتعمل الفصل في الموضوع بتاعنا. 3 شارع جلال زهران، ده عنوان الفندق. قسم تاني الرمل، قريب من البحر وقريب من مول سان ستيفانو. النظافه اعلى تقييم ليها متوسط، اعلى تقييم للنظافه متوسط، وخاصه في الغرف والحمامات. تاني نمرة من البحر، الناس اللي هناك بتقدم احسن حاجة عندها. الاستاف بيعوض حاجات كتير. الغرف مكيفة، الواي فاي موجود وهو ضعيف في بعض الغرف الداخلية. وهنتكلم ان في 3 مستويات في الفندق للغرف، عشان كده حصل اللبس في اراء الناس. رقم تليفون الفندق 03582 1853 03582 1853. اقل سعر ليه $23، يعني ممكن نحسبها كده. اقل سعر للغرفه بيبقى حدود 1200 جنيه. مناسب لذوي الاحتياجات الخاصه ويمنع اصطحاب الحيوانات الاليفه. وفي موقع او موقعين بيقول لك يسمح، يعني رجاء تحري الدقة في المعلومات. الطعام بتاعه جيد، محدش اشتكى من الاكل بتاعه، وممرات الممشى بتاعته جميلة. ممكن نجيب موجز في الاول غير اللي احنا هنكمل لسه. بعض الغرف فيه حشرات وفيه رائحة، والبعض الاخر مستوى. فاعمل تشيك على الغرفة. الفندق حاصل على المركز الاول، يعني اكيد مش من فراغ. يعني الامان في الفندق عالي، في حاجات ثابته ما فيهاش لبس، وممكن تلاقي كل شويه فرد امن. اضاءه في بعض الغرف ضعيفه. قلنا الغرفه الدبل بتبدا اسعارها من 1200 جنيه. الشقق بقى فيها 5 سراير و3 اوض. الفندق الموقع بتاعه جيد، وتاني نمره زي ما قلنا من البحر، يعني الموقع لا غبار عليه. بس الفندق يحتاج في غرف معينه، في تلت الغرف صيانة شاملة عشان يحافظ على المركز الأول اللي هو واخده. الأساس، السباكة، المراتب، حاجات بتقابل ناس بتبقى مستواها دون المستوى، بس نسبة. وبعض الغرف معاملة الاستقبال حلوة، الاستاف رافع كادر الفندق. بس العمارة لا تطل على البحر عشان نبقى واضحين. الفندق بيقدم فطار داخل الغرف، يعني برضو خدمة جيدة. قلنا ان في 3 مستويات للغرف، فده معناه ان الغرف اللي اقل مستوى ممكن يبقى فيه اهتمام اقل، ودي الشكاوي جت منها. بس الشكاوي بتبقى في حاجات ما ينفعش، ان في حاجات بسيطة في المراتب، في يعني السباكة مش شغالة كويس، الابواب مش مقفولة والاكرة مش موجودة، في حاجات لازم تتعمل. 17 دقيقة بالسيارة لمكتبة الاسكندرية، و25 دقيقة بالسيارة لقلعة قايتباي. متحف المجوهرات 8 دقايق بالسيارة. أنا حللتكم اللغز اللي هو أساسا مخلي ناس تقول إن في حشرات والفندق وحش وي. تقريبا أنا قدمت الفندق ده قبل كده، بس ده أول فندق أقدمه مرتين، عشان في حيرة في الناس لما حتى بيخشوا على الآراء في جوجل محتارين. فانا فهمتكم ان في 3 مستويات، وفي بعض الغرف مفيش اهتمام بيها وتحتاج لصيانه شامله عشان نحافظ على المركز الاول. جبت لكم كل الملاحظات، وفضلا وليس امرا لو تقدر تعمل لايك او الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.